تجربة مؤلمة بنمر بيها من وقت للتاني، وهي انك تبقى لسه صاحي من النوم وممدد على السرير في امان الله، فجأة تحس بألم شديد او شد في منطقة السمانة، وساعتها كل اللي بتفكر فيه انك تتخلص من الألم ده بأي طريقة. انا دكتور عبد المجيد، والنهاردة هحكي لك ليه الشد ده بيحصل وازاي تعالجه بسرعة وتخفف الألم بشوية تمرينات بسيطة تعملها اول لما يجيلك الشد. الشد العضلي او التشنجات العضلية غالبا بتحصل في عضلات الساق، خصوصا السمانة، واللي بيحصل فيها شد او تيبس مفاجئ في العضلات، وبيستمر الشد ده لوقت قصير غالبا دقايق، وممكن الألم يستمر لمدة طويلة زي ساعات او ايام. طب ده بيحصل ليه؟ حاجات كتير ممكن تسبب لنا الشد العضلي، زي انك تحط العضلة في مجهود كبير زي لعيبة الكورة او الرياضيين او في الجيم، او بسبب الجفاف او نقص السوائل في الجسم عن طريق مثلا ايام اللي فيها رطوبة عالية، او انك تخسر مية كتير عن طريق العرق. ولو بيجيلك الشد العضلي ده كتير، ممكن يكون نتيجة لمشاكل صحية، زي مثلا ان يكون عندك قصور في الشرايين اللي بتغذي العضلات دي، او مشاكل في الاعصاب اللي بتتحكم في العضلات دي، او نقص في املاح معدنية زي الكالسيوم او البوتاسيوم او الصوديوم. وطبعا لو موضوع الشد ده بيتكرر معاك كتير، لازم تروح تعالج الاسباب دي تحت اشراف طب مناسب. اول تمرين هتعمله انك هتقعد على السرير وتتني مشط رجلك قدام ولورا اقصى ما يمكن في كل اتجاه 30 عدة على الاقل. تاني تمرين انك هتجيب فوطة او ملاية وتعمل اطالة للعضلة بالمنظر ده لمدة 10 ثواني وتكررها 3 مرات. تالت تمرين انك تقف وتطلع وتنزل على مشط رجلك بالشكل ده 20 عدة. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك، اشتراك، وشاركها بين اصحابك عشان الكل يستفيد. سلام.